كريم فود، انت شايف نفسك بقيت راجل مجتمع وخطواتك محسوبة؟ انا مش شايف نفسي كده. عادي جدا انك تخبط على اي بيت جارة؟ مسؤوليه، لا، مسؤوليه هتخليك غصب عنك في فحم شغال مطلع باور. انت صغير على الانجازات اللي انت حققتها دي دلوقتي. ما هو انت فاكر السؤال ده اتسألك امتى؟ فاكر. هما لو فتحوا صندوقي بعد 50 سنة هيعرفوا قد ايه انا كنت بحبهم. يا كريم يا رب. كل واحد فينا عنده صندوق اسود خبي فيها نسخة تانية خالص عن النسخة اللي كل الناس تعرفها. ما بتظهرش في الصور، ما بتظهرش في اجتماعات، ما بتظهرش على السوشيال ميديا، ولا بتظهر في الشارع. احنا النهاردة هنحاول نفتح صندوق اسود لواحد من انجح الشباب في محافظة الشرقية، بل في مصر كلها. كريم فودة، جاهز نفتح الصندوق؟ جاهز. قول لي بقى اللي جوه الصندوق مين هو كريم فودة؟ طيب، اولا برحب بيك جدا وبشكرك جدا على الاستضافة الجميلة دي. بتحب اهلك وبتحب عيلتك؟ طبعا. بتحب الزقازيق؟ طبعا احيانا. من غير زحمة طبعا. لو غمضت طبعا كلنا بنعاني من الزحمه. الزقازيق تبقى حلوه بدون التوك توك وبدون المشاكل المروريه، بس على الرغم من ذلك بنحبها. الزقازيق هتبقى حلوة لو فيها شوية خضار، شوية شجر، ده حقيقي، شوية اهتمام، شوية حاجات بسيطة جدا على فكرة. الزقازيق هتبقى حلوة لو كل واحد مننا فكر ازاي تبقى حلوة. الزقازيق هتبقى حلوة لما احنا نقرر انها تبقى حلوة. ده حقيقي. غير كده لا. قرار مننا كلنا، قرار مننا كأشخاص قبل ما تكون محتاجة من مسؤولين. هي محتاجة مننا كأشخاص ان احنا نقرر انها تبقى حلوة. ده حقيقي. لو غمضت عينيك دلوقتي وحلمت بالزقازيق بتاعت زمان، بتاعت جدك، وسط البلد، الحاجات القديمة، هتفتكر ايه؟ والله هفتكر العيد. هفتكر شارع الجناين ده في العيد بيبقى عامل ازاي. هفتكر اهالينا كانوا بيودونا حديقه الطفوله دي وشارع الجناين اللي كانت فيه. أيوة. هفتكر حاجات كتير قوي ما بقتش في فرص ان احنا نوري ولادنا الحاجات دي النهارده. أيوة. هفتكر منطقه الساحه. العيد يعني كان وسط البلد وشارع الجناين طبعا، وحديقه الطفوله وفطير من عند المدينه وفقره الساحر. ده حاجات اساسيه. والملاهي اللي هي بتلف. احنا كنا بنصلي العيد يا سامح ونلف على العيله ونلف على البيوت واهالينا نزورهم ونلم عيدياتنا وننزل نصرفها في نفس اليوم عادي جدا. أيوة. كان اليوم مشغول، كان اليوم ده ليه ترتيب. ده طبعا تلم كلنا، انا اولاد عمامي، نلبس لبس العيد، نصلي العيد وننزل بقى نتمشى كلنا كده بطقمة العيد، تتصور. كان دايما في استوديو العائلات وسنستا وديانا ونتصور بقى الصور بتاعتنا الجميلة دي والحاجات دي موجودة لغاية النهاردة. لكن للأسف الحاجات دي احنا لحد النهاردة احنا عايشين بيها، احنا بنفتكرها بنتبسط. بنحاول بقى ان احنا نعمل ذكريات لاولادنا بنفس الفكره دي حاجه، انك تبني ذكريات لابنك دي حاجه مهمه جدا على فكره. ده حقيقي. ايه الصوت اللي انت لو رن في ودانك دلوقتي هتفتكر بيه كريم ايام الطفوله؟ جدتي الله يرحمها، جدي محمد الله يرحمه. انا ممتن جدا لكل ما هو قديم ولجدادي. يعني انا شخصيه اتاثرت جدا بجدودي، ويقال عني دايما ان انت شخص قديم يعني. الحمد لله يعني، ودي حاجه جميله انا بحبها. مبسوط بده؟ طبعا. قعدت على المصطبه بتاعت جدك زمان، او جدك كان عنده مصطبه؟ للاسف لا، لكن انا اتربيت في بيت عيله. بيت جدك كان فين؟ بيت جدي في شارع مولد النبي. ده الزقازيق كلها؟ جدي محمد اللبان وهو صاحب اول مائدة رحمن من 50 سنة في الزقازيق، واللي احنا كملنا بعده كمان الحمد لله، ربنا يديمها نعمة يعني التكية دي مش جاية من فراغ، لا، ده جاية من الحاج محمد اللبان. محمد اللبان شارع مولد النبي من 50 سنة يا باشا لغاية النهاردة. الموضوع ده قائم على سيرته وحسه الحمد لله. كان بيت جدك فيه زي منظرة، انت حضرت الجيل ده،
دلوقتي بتقول 34 سنه. زمان كان في حاجه يعني بس دي بتبقى يعني في الريف اكتر، يعني مش في صحيح. المدينة. انت صحيح. يعني من النعم اللي موجوده عليك ان انت اتولدت في المدينه، الحمد مش ريفي لله. زي حالاتي. احنا في الريف بقى كان في مصطبه قدام كل بيت يا كريم، كان في مصطبه طبعا معموله طبعا بالايه، بالطين. اوكي، ولازم يعني خلاص انت الجو النهارده الجو كان حر جدا جدا جدا، بتيجي بقى بالليل تقعد على المصطبه دي وتشم بقى ريحه الهواء الجميله. لما كانت القريه كلها شجر، دلوقتي القريه للاسف ما بقاش فيها شجر. انا زرت قريه من حوالي شهر كده بين المنوفيه والقليوبيه في مكان كده. انا حسيت ان انا رجعت بالزمن 50 سنه ورا. القريه دي غالبا كده تقريبا انا حاسس ان ما دخلهاش اي حاجه من الحاجات اللي بوظت علينا مجتمعنا النهارده. الشجر كتير جدا قديم، المساحات انا عشان تشوف منظر زراعات من غير ما يكون فيها بيت يأذي عينك، زراعات بس كده صعبه قوي. انا اول مره في حياتي اشوف المنظر ده هناك. شم ريحه الصبح. يعني انا مفتقد جدا الكلام ده للاسف. انا ما عشتوش كتير او ما شفتوش كتير، لكن انا زيارتي للقريه دي انا حسيت ان فاتني كتير في الموضوع ده. فاكر اسمها؟ للاسف لا، بس اكيد هنروح انا وانت زياره ليها. انا جاهز والله. انا كنت في يعني في حاجه عائليه كده هناك. ايوه، وفوجئت بالموضوع ده. اكلت مفروقه اللي هي عجينه بالسكر برافو عليك. بتعمل قرصه طبعا يعني مش قوي كده، بس ناس كتير قوي ما تعرفش. اصل انا سبقت بشويتين يا كريم، فانا يعني انا لحقت اول خير ده كله، لحقت الفتره دي والله. هو ده من حظنا، خد بالك. ده من كرم ربنا علينا ان احنا شفنا ده حقيقي، وعصرنا كل حاجه بتحصل. احنا من اول المفروقه اللبن والتوته والحاجات الجميله اللي عشناها لغايه الاي اي. يعني احنا برضو جيل يعني ربنا كرمه، مسكنا العصايه من النص. ده حقيقه، عشان كده عرفنا نواكب التطور. انت الجيل الوحيد اللي بتعرف تعامل كل الاطراف بصراحه. يعني لو فكرت كده انت الجيل الوحيد اللي بيعرف يعامل الطفل والمراهق والشاب والكبير، كل الاعمار. يعني ده حقيقي، تعرف تعمل مع كل واحد بفكره وبسنه. ده حقيقي. فاكر ان البيوت زمان كانت مفتوحه على بعض. كنت لما ترجع من المدرسه ما تلقاش والدتك في البيت، عادي جدا انك تخبط على اي بيت جارك ولو جعان تحط لك اكل لحد لما ماما ترجع. وانا اتربيت في بيت عيله اصلا، فكان احنا طول اليوم عند جدتي تحت، اخر اليوم كل واحد بيطلع ينام في بيته. ففكره احنا كلنا واحد دي انا متربي عليها من وانا طفل. يعني يوم ما اتولدت في بيت، وفي بيت العيله ده انا موجود. يعني ما فيش، انا دي حاجه انا عشتها وعاشت فيا، ما فيش حاجه تتغير. فدي حاجه اساسيه انا شايفها طبيعيه. فمستغرب اصلا ان اي حاجه غير كده. ده حقيقي، دي حاجه احنا اتربينا جواها. حتى في الريف انت اكيد شفت كمان النفوس كانت غير. الحياه كانت بسيطه، النفوس كانت غير. ما كانتش الناس بتتلكك لبعض، ما كانتش كانت الناس اهدى على بعض. كان الناس بتفكر في الود اكتر ما بتفكر في الاختلاف. ده حقيقي. سرعه الحياه ورتمها اللي بقى سريع جدا جدا. حتى اليوم ما بيكفيناش النهارده. اليوم زمان تفتكر اليوم كان تحس ان بيبقى طويل، نعمل حاجات كتير وبنزهق وننزل ساعة العصرية ونقيل وننزل نلعب بين المغرب والعشاء. يوم طويل. مشاوير بتقضيها. النهارده اليوم قصير قوي والناس بتجري ورا بعض واخلاقها ضاقت. مش عارف ده بسبب ايه. يعني انا اعتقد انه بسبب الضغوط اللي احنا عايشينها، سواء اقتصادية سواء التزامات ومشاغل كتير كترت قوي. انا شايف انه السوشيال ميديا يعني مشاركة في ده بجزء كبير. خلتنا نبص بره الصندوق اللي احنا كنا موجودين فيه زمان. كل واحد زمان كان بيبص في ورقته، دلوقتي في تقليد أعمى للأسف.
علشان كده بقول لك زمان في البيوت بتاعتنا اللي احنا اتربينا فيها كان في دايما صندوق مقفول في عادات وتقاليد، في عيب، في حرام. زمان كنا ممكن بنتمرد على الحاجات دي واحنا صغيرين. ايه الحاجات اللي كانت بتتقال لك عيب وحرام وانت صغير وكنت بترفضها، ولما كبرت اكتشفت انه لا، هي كان فيها الحكمة؟ خلينا متفقين ان احنا لاخر يوم في عمرنا هنفضل نكتشف ان اهالينا عندهم حق. السن بتاع المراهقة واحنا شباب صغيرين طبعا طالعين عايزين ناخد بقى نفسنا كده، وبعد كده واحدة واحدة هتكتشف ان لا والله ده كان ابويا عنده حق في الموقف ده، كان امي عندها حق في الكلمة دي، كانت جدتي عندها حق في الفعل ده. لغاية اخر يوم في عمرك هتفضل تكتشف ان اللي مريت بيه وانت صغير وسمعت ليه نصايح كانت هي الصح. لان اللي بيديك نصيحة ده نصيحة محب، وحط تحت دي 100 خط، هو بيديها لك بناء على تجارب. ده واحد عاش وشاف عدى بالموقف ده كتير، رغم اختلاف الأعمار واختلاف المواقف واختلاف المعيشة أصلا دلوقتي عن زمان عن بكرة. لكن انت بتاخد خبرة سنين في كلمتين. فأنا كنت دايما أحب أسمع لجدتي والجدي، بس خلينا نتفق، وجدتي ربنا يديها الصحة يعني يا رب. خلينا نتفق ان احنا ادركنا ان اهالينا كانت بتقول لينا الصح لما كبرنا وبقى عندنا اولاد، ولازم ناخد بالنا من ده مع اولادنا ونتقبله. يعني ما نعملهمش بمنطق اشرب اللي في الكوبايه دي وما تفهمش. النهارده كمان السن الاولاد غيرنا، اللي عنده 10 سنين النهارده غير لما انا وانت لما كان عندنا 10 سنين. الاختلاف في الاجيال رهيب جدا. احنا بنتكلم النهارده ان طفل 10 سنين ممكن يكون عارف عن الدنيا اللي احنا عرفناه واحنا 20 سنه. ده حقيقي، بس اللي هو ما يعرفوش بقى الالعاب اللي انت كنت بتلعب بيها وانت صغير وابنك ما يعرفش عنها حاجه دلوقتي. قول لي بقى. انا كان عندي عجله. ايوه. كان عندي عجله حمراء. العجله دي ابويا كان جابها لي، وكنت بالنسبه لي العجله دي هي اهم حاجه في حياتي. انزل. فاكر جات لك امتى؟ كانت جات لي في نجاح. لازم نجاح. في نجاح العجله يعني بتيجي في نجاح، ما كانش كانت في نجاح حاجه. مفيش رفاهيه بابا انا عايز عجله دلوقتي انزل اجيب عجله. لا لازم يكون في بروميس الاول، في تارجت الاول تحققه، وبعد كده ده موضوع طويل طبعا. بس كان بقى اروح مثلا اشتري لها الحاجات الزينه والكلاكسات والحاجات والستيكرز يا لاوي. لا، والحاجات بص اللي كانت بتحط في الفرد. ايوه لا الستيكر الحاجات الاشكال دي، اعدي سلك واطلع سلك والحاجات اللي عشناها دي. ايه بقى بقيه الالعاب اللي هم بنك الحظ ده؟ ما هم عارفين بنك الحظ. لا ارجع لك كريم بالزمن اللي ورا كده، ايه الالعاب اللي انت كنت بتلعبها زمان ومصطفى ما يعرفش عنها حاجه دلوقتي؟ ما هو احنا لعبنا البلي. هم بيلعبوا بيلي دلوقتي؟ مش عارف، ما شفتش. هو دلوقتي بقى فيديو جيمز. دلوقتي الحياة بقت موبايل. ايوه. احنا كنا بنلعب في الشارع مع بعض. أيوة. كان في ساعة كل يوم من المغرب للعشاء، انا الساعة دي بلعب مع اصحابي في الشارع. انت بتلعب بقى نحل بيلي. اسماء مين ده؟ انا اجيب لك اسماء، ده انا اجيبهم لك دلوقتي واحد واحد. لا اسماء اللعب. بص كان في كهرباء طبعا، صح؟ شد الكوبس. شد الكوبس. صح. وفي شيكا على العالي وشيكا على الواطي. فاكر انت الكلام ده؟ كيكا على العالي وكيكا كيكا ماشي اوكي. ايوه. لا كان في المصطلحات ممكن تختلف شويه. ممكن. كان في كمان شبر الشبرين. لعبت شبر الشبرين دي؟ لا، حجر ورقه مقص. لا مش هي دي. لا انت فاتك كتير. شبر الشبرين دي بقى انت بتقعد، يبقى في فريق، يعني في فريق، في 2 قاعدين على الارض، نحط كده شبر وينط والناس كذا واحد كده ينط من عليه، وبعد كده الجيم يزيد فتحط 2. ايوه اوكي. فالجيم يزيد، واحد قصاد منك يحط يبقى 4،
فهو بينط حواجز. شفت المسابقه بتاعت الخيول كده؟ هو زي ده. انت عارف ايه الفكره؟ ان احنا كنا مجموعات، ما كانش في حد بيلعب لوحده. اتعلمنا من بعض، اتعلمنا نخاف على بعض، اتعلمنا يعني ايه صحوبيه واحنا صغيرين، اتعلمنا يعني ايه اصول، يعني ايه ما جارنا ليه حق علينا، يعني ايه الشارع ليه حق علينا، حاجات كتير لا مش جدا. الشارع ده، انت كان يعني عم مصطفى لو مش موجود في البيت فالشارع كله ابوك. لو عملت غلط من حق جارك ان هو يقول لك اللي انت بتعمله ده غلط. شارع وانا الزمان بقى. ايوه شارع وانا الزمان. وكان ليه حكايات شارع لا وانا. لا لا لا، شارع وانا الزمان يا باشا. كل واحد بيت كده كان ليه كبير، مهم. والكبار يتكلموا مع بعض. كان في قيم كتير جدا احنا مفتقدينها النهارده في مجتمعنا. النهارده انت ممكن تلاقي خناقه في الشارع بين عربيتين، شاب صغير وراجل كبير، او واقفين يتصوروا او تكاتك ويصوروا. او آه، وعادي الند بالند، مش هيعمل حساب ده راجل كبير ولا ده. الموضوع بقى في اختلاف، في اختلال في القيم زمان عن دلوقتي. بس انا شايف ان كل ده سهل جدا يرجع عادي خالص ويتصلح لو ركزنا على نقاط ضعفنا واعترفنا بيها وصلحناها. بس اللي مش سهل يرجع، انا معاك انه لو احنا اصرينا على ده بقى في اجماع على ده، نقدر نعمل ده. بس اللي مش سهل يرجع الاكلات بتاعت زمان اللي كنا او انت كنت بتاكلها زمان وولادك ما يعرفوش عنها حاجه دلوقتي. البصارة. برافو عليك. البصارة بقى. البصارة دي وحشاني والله. ايوه. يعني ما اعتقدش في حاجات كتير، لان تعرف اقول انا لك، دوري معايا بقى. زميل في الشغل، فانا لما كان بيسالني برضو جت بالصدفه كده قلت انا بحب البصار. وانا جدا. والفول النابت. ايوه. فهو بدا يقول لوالدته، بقت كم مره تعمل لي بصراحه البصاره وتجيبها لي للشغل. طبعا انا لو رحت كلمت زوجتي على اقول لها اعملي بصاره مش هتعرف الكلام ده. كذلك الامر انت لو قلت لزوجتك تعمل لك بصاره مش هتعرف الكلام ده. ما هم برضو ما يعرفوهاش. ايوه ده حقيقي. لكن لا، من الحاجات اللي انا طعمها اجيب بقي دلوقتي. طبعا. برضو زمان اللي اهم من الاكل كانت اللمه على الاكل. ده حقيقي. كانت جدتي الله يرحمها تلمنا كلنا كده على الطبليه، وتجيب كان يوم الثلاث ده لازم تذبح فيه وز وبط. ظفر بيه يوم الثلاث. ايوه ده معروف بقى، كان عندنا سوق الثلاث ده يوم الثلاث، وهي يوم الثلاث ده المحشي والوز والبط. وكانت سامح بتحط الزفر تحت الترابيزه، ما يتحطش فوق الترابيزه. الاكل كله، الملوخيه والمحشي والفلفل المقلي في الزيت ده بالليمون والملح وكل ده على الترابيزه، والعيش سخن كده، وهي الزفر ده تحت الترابيزه، واحنا مثلا حوالي 30 واحد على الترابيزه دي. تدي كل واحد النايب بتاعه، تاخد رغيف العيش وتحط تقطع النايب تحت الترابيزه، محدش يشوف نايب حد ابدا. الرغيف يتحط فيه النايب ونايبك بيجيلك انت ونصيبك بقى. انت ونصيبك. بس هي بتبقى عارفه مين بيحب ايه. كان في بركه، كان في حاجات مفتقدينها النهارده قوي بصراحه. يعني ده حقيقي. حاجات انا بحمد ربنا ان انا عشتها. اول مره ركبت فيها قطر طلعت من الزقازيق ورحت القاهره حسيت بايه؟ دي كانت ثوره بقى، دي كانت ثوره دي. انا يعني جيت في اعدادي كده يعني، وبدات اتحرك لوحدي بقى. يعني عايز استكشف، عايز اروح اشوف الدنيا بتقول ايه بقى. اول مره ركبت قطر طبعا كان مع اهلي، كان قطر اسكندريه مش القاهره. ده انت كده يعني طموحك زايد قوي. لا كان قطر اسكندريه. كانت اسكندريه دي زمان عشان خاطر تروحها اصلا انت كنت مقعد، يعني العيله تخطط ليها سنتين ثلاثه عشان تروح اسكندريه. ده احنا مسافرين اسكندريه يا جماعه. لا احنا كنا بيت عيله وعندنا شقه هناك، وكنا بنطلع الصيف نركب القطر، ست تجمعنا كلنا ونركب القطر ونطلع. دايما يقول لك قاعده كده، علشان تنجح لو انت من الاقاليم لازم تروح بقى للقاهره عشان خاطر تلاقي الفرص افضل. ليه كريم وانت لسه في سنك ده
مصمم انك تكمل شغلك هنا وتكمل حياتك هنا واسرتك هنا، شايف ده تحدي كبير؟ بالعكس، انا باخد شغل في القاهره وباخد شغل في اماكن كتير بعيد. الفكره مش بتاخد شغل فين، الفكره انت عايش مع مين. يعني انا هسيب اهلي واسيب اللي ورايا كله هنا واسافر اقعد لوحدي؟ فكره الفردانيه برضو مش احسن حاجه في المجتمعات. قلت لك في الاول، فكره انك تكون مسؤول وشايف نفسك شخص في رقابه كتير مسؤوليات، التزامات، تجبرك انك تفكر 1000 مرة قبل ما تاخد خطوة زي دي. لكن كشغل وبزنس لا، احنا بناخد شغل في اي حتة في مصر كلها يعني الحمد لله. شايف انه في ضريبة دفعتها على استقرارك هنا في الزقازيق؟ طبعا ده كفاية، بس طريق بلبيس الزقازيق ده حلو وجميل. ده كفايه، بس ده لوحده يعني من الحاجات اللي ربنا بيكفر بيها عن سيئاتنا وذنوبنا. اكبر ضريبه. الحمد لله. اكبر ضريبه. كان محافظ اسبق الدكتور سعيد عبد العزيز، بكلمك كده للزمن اللي ورا 2014. أيوة. كان بيقول هو اصلا من اسكندريه، فكان بيقول لما اكون عندي الاولاد وانا راجع فممكن انام شويه كده في العربيه، فبمجرد لما الاقي بقى العربيه تفضل بقى تتهزز، اقول خلاص انا كده الحمد لله على السلامه وصلت الشرقيه. محافظ. بس لا ننكر طبعا لا ننكر انه الطرق حاليا دلوقتي في طفره كبيره جدا بصراحه. الامور بقت افضل، ما فيش نقاش فيها بصراحه، دي ما فيهاش نقاش يعني. ده لكن احنا مستنيين دورنا بس في الطريق ده، لان الطريق ده بيخدم ملايين. وكمان قصه العاشر من رمضان ورديات العاشر اللي بتطلع في وقت زي كلها مرة واحدة الساعة 3 الساعة 5 الساعتين دول، حاجة صعبة جدا جدا. كان في مقترح انه يتعمل محور كده من الطريق بتاع المنصورة على الطريق الإقليمي، ده يعني أعتقد ان هو ممكن يحل الأزمة دي لو اتعمل بالفعل يعني. والله أي مقترح يحل الأزمة دي احنا بنؤيده وبأسرع وقت، ودي من الحاجات على فكرة الارجنت جدا اللي احنا محتاجينها في أسرع وقت كمدينة الزقازيق وكمحافظة الشرقية كلها. خلينا بقى نطلع بره الزقازيق، بره مصر. وانت طبعا بتطلع بيبقى ليك شغل بره مصر، وانت راجع مصر والطيارة تنزل في مطار القاهرة، تحس بإيه؟ طيب خلينا متفقين ان انا شخص هوايته في الحياة السفر. انا بحب السفر جدا. يمكن انت عشت معايا تجارب يعني بحكم صداقتنا يعني. انا بستسهل ان انا اسافر واجيب الحاجه اللي انا عاوزها او اعمل الحاجه اللي انا عاوزها او اشحن الحاجه اللي انا عاوزها بنفسي واجي يعني. والله في حاجتين انا عايز اقولهم لك خلاصه الموضوع ده. اولا، فكره انك في دوله ما وتركب طيارتك اللي هي مكتوب عليها مصر للطيران، انت بتحس ان انت خلاص وصلت. ده اول حاجه. تاني حاجه، مجرد ما توصل لمصر مهما كنت في دول حلوه جدا بتروح تتبسط وتتفسح او تخلص شغلك او تعمل اي حاجه، لكن والله سامح مصر غير. الوطن مصر غير. مهما كنت زعلان غضبان متضايق، في اكتر فترات مصر عدت بيها صعبه، انت بس خليك كده تبقى غضبان كده من حال البلد وتلاقي مثلا حد بره بيقول كلمه يا تطلع فيه زي الاسد، اللي هو ايه ده؟ مع ان انت ممكن تبقى عمال غضبان جدا وزعلان من حاجه معينه ومتضايق ومتعصب وعمال تشتكي منها، بس يجي حد ينكشك كده فيها بره مصر. لا، هو بلدي انجرت علي عزيزه، بلدي. اللي ما يحسش بالحته دي عنده مشكله كبيره. ده حقيقي. اللي ما يحسش ان بلده، خصوصا خلينا بقى نقول بعد الازمات اللي عدت بيها المنطقه الفتره اللي فاتت، نعمه كبيره. لا، مصر غير. مصر هتفضل عمود الشرق الاوسط كله. مفيش دوله في الشرق الاوسط كله
تقدر تستغنى عن سياسة مصر. ده مش كلام بقوله عشان انا مصري وعشان احنا في مصر وعشان لا 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 لا، ده حاجة النهاردة باينة جدا، باينة جدا في تعاملات الدول معاك، باينة جدا في حجمك وقرارك ووضعك في المنطقة، والمنطقة كلها مولعة، باينة جدا في قوتك وقدرتك على تهدئة حروب بتقوم وتهدئة كوارث. حرفيا مفيش حد قدر يعمل ده غيرك. ربنا يحفظها. ربنا يحفظ مصر ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ويعيننا على المشاكل اللي عندنا اللي احنا طبعا برضو عايشين فيها وشايفينها. يا رب. احنا مش عايشين في جنة، احنا عايشين في دولة فيها مشاكل لكن عندها قرار وسيادة، الحمد لله، ودي أهم كتير قوي من أي مشاكل تانية. كريم فودة، انت شايف نفسك بقيت راجل مجتمع وخطواتك محسوبة؟ أنا مش شايف نفسي كده. أنا شايف نفسي شخص بيحاول يكون أحسن، بيحاول يحسن من كل حاجة حواليه، بيحاول يعلم الشباب اللي هو اتعلمه، مش أكتر من كده. فكرة إن أنا أكون رول موديل بقى وأكون زي ما احنا قلنا كده الشخص ده، يعني أعتقد أتمنى في يوم من الأيام ما أكون الشخص ده. هو أنا سألت السؤال ده بس أنا عارف إجابته طبعا. احنا بنمشي مع بعض وشايف إن مفيش تكليف في خطواتك، بتعامل بشكل طبيعي جدا. بس ممكن الناس شايفة إن كريم فودة بالخطوات اللي يعني اللهم بارك سابقة سنك. قال لك السؤال ده قبل كده، انت صغير على الانجازات اللي انت حققتها دي دلوقتي. ما هو انت فاكر السؤال ده اتسأل لك امتى؟ فاكر في رمضان واحنا مع بعض. انا فاكر مين اللي كان واقف وراقب السؤال ده وظهرت لك كده؟ فاكر. لما يبقى حد مسؤول فساعات بيبقى بياخد باله من خطواته. خلي بالك يا كريم، انت مفروض عليك انك خلاص بقيت قدوة حتى لأولادك. فانت قدوة لأولادك، قدوة للشباب في التكية، قدوة للشباب في مؤسسة الأهلي، قدوة للشباب هنا في الشرقية. فبكل تأكيد لازم خطواتك تبقى محسوب. هو بكل تأكيد لازم خطواتي تبقى محسوبة عشان ولادي، عشان أنا فعلا أنت ولادك شايفينك كل حاجة، بيتعلموا منك كل حاجة. وأنا عندي يقين إن مفيش تعليم بالكلام، التعليم دايما بالفعل. اللي بيشوفوك وتعملوا هيعملوه. وحتى أنا بدأت ألمس ده في مصطفى ابني، بدأت ألمس الحتة دي كمان فيه، واعتقد انت كمان. لكن انا شايف ان الموضوع ابسط من كده، ومقياس الانجازات وفكره انت موضوع بسيط جدا. هقول لك السؤال بس بطريقه تانية هيبقى احسن برضه. يعني مثلا يعني ما ينفعش ان احنا نمشي مخالف طبعا خالص. ليه؟ لانك مش شخص عادي، فما ينفعش انك تمشي مخالف. ما ينفعش ان احنا نرمي مثلا زبالة في الشارع حتى لو هننسى، لكن بتفتكر لا انا قدوة فما ينفعش ان انا اعمل ده اللي انا اقصده. لانك في المرحلة اللي انت موجود فيها دلوقتي انت خلاص مش ملك نفسك. طيب انا متفق معاك جدا، لان لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم. فكل السلوكيات الغلط اللي احنا بنعملها كأشخاص بفكرة الفردانية في الآخر خالص هي بتشكل شكل المجتمع كله، وبنرجع نعيب في الشكل العام ونقول في زبالة هنا، ده الأمور مش منتظم، ده احنا نبتدي بنفسنا. يعني الموضوع مش مستني ان احنا نشوف ان احنا عشان بقينا قدوة للشباب او في ناس بتبص لك بشكل ما او باخر فانا احافظ على ده. انا شايف ان الموضوع ابعد من كده بكتير. ده سلوكيات لازم نتعلمها نصلحها، نركز في لأولادنا فيها، نعلمهم الصح، ان مش اي حاجة سهلة تتعمل.
مش اي حته سهل اختصرها اعملها في كل حياتك بقى، مش مرور بس يعني. ده حقيقي. كريم، انت لما يبقى في حد توفى مش قريبك، مش من العيلة يعني، مش من الدايرة الأولى، بتروح بقى زي أعضاء البرلمان كده وتحضر العزاء وتهتم بالحاجات دي؟ حلو السؤال ده، صح؟ أنا بالنسبة لي العزاء أنا بحب جدا التقدير. يعني العزاء ده تقدير مهم للمتوفي ولأهله. الموضوع مش موضوع يتاخد ازاي او الشكل عامل ازاي، لكن الجنازه نفسها سيبك بقى من الشيخ لا الكلام ده يعني على عيني وعلى راسي، لكن الجنازه نفسها ده حق الشخص المتوفي. يعني انت تصلي عليه، ان انت تاخد ثواب الجنازه نفسها. انما فكره العزاء ما عادي، ما طبيعي يعني بيبقى في جدول يعني عملك او في يومك، انت خلاص يعني فتحت السوشيال ميديا ولقيت فيه 1 2. طبعا لو في واجب عزا لازم نكون موجودين. بيكون عندك حرص انك تروح وتحضر يعني، بس مش من باب الاجتماعيات المتشافه والسؤال، من باب الانسانيه، مش من باب الاجتماعيات الطبيعيه بالظبط، مش من باب الشو يعني. اكيد الحمد لله. هل بيبقى الهدف بتاعك الكل انك لازم تحضر جنازات او قدر الامكان؟ طبعا قدر الامكان. طيب بالنسبه بقى للافراح برضو نفس القصه؟ قدر الامكان برضو. طبعا تروح وتحضر قدر الامكان، ده لازم، ده واجب اجتماعي لاصحابك اهلك، حتى لو مش الدائره الاولى، انت برضو في ناس ليها عليك حق. طيب يا كريم يا فوده، أيوة. المكان السري اللي انت لما تحب تفضي دماغك بتروحه وتقفل التليفون بتاعك، سيبنا كمل، ومفيش حد يقدر يوصل لك فيه، محدش يعرفه؟ لا ما فيش حد ما يعرفوش. هل في مكان سري بتروحه؟ حرم النبوي. لا انا طبعا دي حاجه كويسه جدا، لكن اللي انا اقصده هنا في الزقازيق، في المكان اللي انت ساكن فيه. لا ما عنديش مكان، ما عنديش الرفاهيه دي للاسف. فايتك كتير. لكن اقدر اقول لك ان ده بيحصل، ده الحرم النبوي طبعا مهما كنت في مشاكل او ضغوط او اي حاجه، اخطف بس كده 48 ساعه في الحرم النبوي. ايوه، من غير تليفون بقى، من غير اي حاجه. ليه بسالك على التليفون وعلى مكان تروح تفضي فيه دماغك؟ احنا محتاجين ده. بص، انا عارف طبعا انت بتحب الاستاذ احمد الشقيري. طبعا هو اتكلم على جزء كبير جدا في كتابه الأربعون على الخلوه، انك لازم كل فتره يبقى في وقت كده من وقتك انك بتعمل خلوه. لما اتكلم هو على الجزء ده، قال انه قفل السوشيال ميديا بتاعته كلها، والتليفونات بتاعته قفلها، بقى في تليفون صغير كده بزراير. أيوة. هو اللي كان موجود معاه بس. وانا فاكر في الكتاب هو قال ان التليفون ده كان موجود مع زوجته ووالده وابوه وكمان مدير اعماله، وقال لمدير اعماله ما تكلمنيش غير الحاجات المهمه فقط للكارثه. صحيح. عايزين نعمل الموضوع ده. انا جاهز. بالنسبه للتليفون، انا طبعا الشقيري انت عارف ان انا بحب الراجل ده، ازاي اتعلمت منه ايه. صح. ومفتقد جدا للخامه بتاعت الشقيري وعطائه من الاحسان. نعم. عطائه من الاقناع. يعني انا على سبيل المثال يعني كنت باخد على كوبايه الشاي 5 معالق سكر. 5 معالق سكر. انتحار. الى ان ياما ناس قالت لي ده سكر، يا ما اسمعش. الى ان شفت بعيني حلقه اسمها بلاش مهلبيه. حصل. احمد الشقيري، خواطر 10 تقريبا. والحلقه دي بتتكلم عن السكر وصناعه السكر، وبعد ما اكلمك عن السكر وصناعه السكر وكان بيتعامل ازاي زمان وفي علب عامله ازاي
الى ان السكر ده بيعمل ايه في المخ اصلا. ده حقيقي. اتفرج، انا من يومها لحد النهارده، شوف احنا بقالنا فوق 10 سنين تقريبا، انا باخد معلقه سكر واحده في اليوم. لو احنا في الوايت كادر كده هتجيب هنا في الباك جراوند في تليفون. ايوه، تليفون قديم من بتاع زمان، تليفون القرص. حضرت الايام دي؟ استخدمت طبعا. التليفون القرص؟ طبعا. احكي لي بقى على التجربه دي. طبعا انا افتكر بقى اصلا عشان التليفون يجي لنا زمان، انت كنت بتقدم قبلها مثلا بسنه تقريبا، سنه يعني، ويجي بقى واحد ينادي في الشارع كده باسم اللي باسمه التليفون عشان يقول له اصلا انه هيجي له تليفون، وينزل له. وكان نزل لنا الرقم ساعتها و... ده كانت قصه، ده كانت الناس بتبارك لنا. الموضوع كان كبير قوي، ما اعرفش ليه يعني. يجي له تليفون بقى وفي بقى مباشر. لا ده في صفر بقى خطير، اللي هو اتصل بقى بره واتصل بالعراق ومصر كلها اللي كانت في العراق. ده دولي، التوقيت ده خطير، ده دولي، ده بقى كده، ده كان عمده بقى كده عمده. ده قصه. ايوه. انما كانت كل حاجه اصعب من دلوقتي، بس كان لها طعم. صح. كانت مكالمه التليفون مهمه، كانت مكالمه التليفون انا مش هاجي واتصل بيك غير ما اكون عايزك في حاجه مهمه. للاسف احنا وقعنا في فخ اسمه السوشيال ميديا. السوشيال ميديا جميله وفيها مميزات كتير جدا وبنستخدمها وعايشين تقريبا بيها، لكن عامله لنا مشكلتين. المشكله الاولى ان هي خلت، قضت على السوشيال الحقيقيه. السوشيال بقت كاذبه. يعني احنا قاعدين مع بعض، كل واحد ماسك تليفونه، احنا مش قاعدين مع بعض، وانت قاعد جنبي وبتكتب لي كومنت وبتضحك فيه وبنفس الايموشن بتاعك، وانا ارد عليك واحنا قاعدين جنب بعض. هو احنا بنعمل ايه؟ احنا فين؟ يعني احنا فين من العلاقات؟ احنا اتسحلنا في شاشات وسيبنا العلاقات الحقيقيه، سيبنا العلاقات. انا مهما كنت بكتب لك او في شات بيني وبينك، غير لما نقعد مع بعض ونتكلم. يمكن انا وانت عالجنا الموضوع ده بجلستنا الاسبوعيه الحمد لله، لكن دي كارثه الناس مش واخده بالها منها. والحاجه التانيه وهي ان الناس بقت بتقارن حياتها بحياة بعض، وتقارن حياة بعض ببعض. يعني الموضوع بقى ديفيليه مفتوح. فمنين هيجي الرضا وانا شايف ان انا استحق اكون مكان ده، واستحق اروح المكان ده، واستحق البس الشكل ده، واستحق اركب العربية دي، واستحق كل ده من السوشيال ميديا؟ دي كارثة. ده حقيقي. الله يرحمه الدكتور زويل كان ليه لقاء مع الأستاذة منى الشاذلي. أنا فاكر تفاصيل اللقاء ده جدا، لما بدأ يقول لها يا منى، إحنا لما أنا نزلت هنا مصر شفت حاجات غريبة موجودة. لما نبقى في أي ايفنت أو أي فرح أو أي مناسبة، بنلاقي الناس ماسكة التليفون وتدي بعض الرنات وهم قاعدين جنب بعض على الترابيزات. صحيح. الكلام ده مش موجود في أمريكا. بدأ يتكلم على إنه في أمريكا التليفون هو ليه رنة واحدة، هو رنة التليفون. فوش بقى المزداد الرنات المختلفة والحاجات اللي موجودة دي مش موجود في أمريكا. التليفون للشغل وللفايدة بتاعة التليفون. فللأسف يعني احنا الحمد لله ان احنا استخدمنا التليفون ده وعشنا على التليفون ده فترات طويلة. انا ما رضيتش اكلمك الاول على التكية وتجربة التكية، يعني الحاجة الإنسانية والحاجة العظيمة اللي أنت عملتها، وكمان الشباب اللي موجودين معاك. فلو تكلمني بشكل مختصر كده. أنا طبعا عارف التكية لأن أنا عضو في التكية، ولكن يعني اللي بيسمعونا حابين يعرفوا إيه هي التكية. طيب، هي التكية باختصار مبنية على فكرة الإحسان في كل حاجة. من أول يوم أطلقنا فيه مشروع التكية وهي قايمة على فكرة الإحسان. من أول حباية الرز اللي هتدخل عشان تتحول لوجبة
لحد المشروع اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، يعني ان شاء الله هيطلع قريب جدا، هو مشروع طبي باذن الله كبير. والاهم من ده كله انك تخرج جيل من الشباب فاهم وعارف قيمه ومعنى الاحسان. الناس فاكره الاحسان ان انا اطلع فلوس واديها. الاحسان ده احسان في شغلك، احسان مع اهل بيتك، احسان في معامله بعض، احسان في النيه، احسان في الفكر. احسان وتحسين دول كلمات احنا لو ركزنا بس شويه هنلاقي هو مفتاح اي مشكله حلها في الاحسان. انك تحسن في عملك، تحسن لزوجتك، تحسن لاهلك، تحسن لعيلتك. الاحسان انك تحسن من مستوى حاجه معينه، مش انا اعملها كويس، انا اعملها احسن واحسن وملوش اخر وملوش حدود. عارف الجميل فين كمان؟ انك قلت ان التكية هي مش مجرد يعني بتقدم وجبات باحسان، ولكن كمان بتطلع جيل. ده الاهم، ده الاهم، ده الاهم. زمان احنا دخلنا في جمعيات كتير واتعلمنا منهم حاجات كتير، جمعنا الحاجات دي وحسنا عليها وعملنا التكية. التكية فيها اكتر من 500 متطوع شاب، ومن كل الاعمار وكل الكليات ومن كل الفئات، كلهم هدفهم واحد بس، هو الاحسان. وده كان حلم حياتي، والحاجة الوحيدة اللي شايف ان انا فعلا الحمد لله اتحقق منها جزء من احلامي، يعني ان في شباب امنوا بفكرة الاحسان وخدوها نهج في حياتهم وحسنوا عليها كمان. يعني انا عندي شباب النهارده بيطلعوا افكار وبينفذوها، وانا عندي ميزه حلوه جدا جدا في التكيه، ان لما شاب يطلع فكره حلوه انا اقول له يلا بينا، انا في ظهرك، اعملها، بس انت مسؤول عن تنفيذها وانا في ظهرك، واغلط وما يهمكش، هنكمل وهنعملها وهنوصل للهدف اللي احنا عايزينه في الاخر. فاكر مرة كنا بناخد صورة جماعية مع شباب في التكية، وبعد الصورة قلت لك الصورة دي مسؤولية كبيرة. حصل. الشباب اللي موجودين دول مسؤولية كبيرة جدا. فده بيخليني أقول لك كريم، هل التكية وجودك في التكية مع الشباب ده استفدت منه، بعيدا طبعا على الحاجات اللي بنعملها لربنا وبعيدا على الجزء الخاص بالإحسان، لكن البيزنس هل استفدت منه؟ طبعا. هقول لك حاجة، انت اكتر حاجة ممكن تعرف فيها البني ادم الحاجات اللي مستخبية. يعني انت ممكن تكون عارف حد بشكل معين، بس انت هو يأمنك على حاجة معينة بيعملها في السر. في الحتة المجتمعية دي انا قابلت ده كتير، عرفت ناس كتير. يمكن التكية كانت سبب ان احنا نعرف ناس كتير جدا ممكن ما كناش نعرفهم بره التكية. لا، هو انا اللي اقصده ان انت التكية هي عبارة عن مفرخة. طبعا شفت معاك تجربة ان في شباب طلعوا من التكية، هم في التكية طبعا تطوعي بنسبة 100%، صحيح، مفيش اي مقابل، لكن شفت ان انت عملت ليهم او عملت مشروع وهم كانوا موجودين معاك بقى في مشروع، او مشروع بقى بنكسب منه. فشايف ان التكية هي مفرخة لسوق العمل. طيب التكية زي ما قلت لك شباب من كل الأعمار والكليات والخلفيات، وميكس كده غريب جدا، بس كلهم على قلب راجل واحد. ويمكن الجو في التكية غير تماما، وأي حد دخل التكية عارف ده كويس أوي. أنا شايف إن من الواجب علينا ومن الحاجات اللي لازم نركز فيها إن إحنا مستقبل الولاد دي. الولاد لازم تتوجه، نوجههم بشكل يعني نقدر نقول مسؤول وقريب منهم للصح. نقدر نستخدم التكية وعلاقات التكية في ان احنا نوفر لهم شغل،
نوفر لهم دعم دراسي معين، نوفر لهم اي حاجه هم محتاجينها. والحمد لله احنا نجحنا في ده كتير جدا، وشباب كتير من التكيه دخلت في مشاريع كتير جدا، وكل اخواتهم بيبقوا ظهر ليهم. والميزه في التكيه ان فعلا ممكن تلاقي واحد جاي مثلا ملوش صحاب ودخل بقى عنده 100 صاحب في يومين. التكيه مجتمع صغير لكن متحافظ عليه، وليه قيم ثابته وحدود ما ينفعش حد يتخطاها، وقوانين صارمه جدا، واللي يدخلها يخاف قوي انه يخسرها. النظام التعليم في دول زي فنلندا وزي هولندا، البرنامج الدراسي فيه نسبة ما يقارب من 40% من الدرجات الدراسية تتحصل من الفولنتير أو العمل المجتمعي. اللي انت بتعمله دلوقتي ده منهج بيتدرس بره. احنا بنعمله عشان احنا محتاجين ده. صح، احنا محتاجين عشان نوصل للصورة اللي احنا عايزين نوصل لها في يوم من الايام لمصر كلها. محتاجين ان احنا نأهل الشباب لفكرة ان انت مش عايش لوحدك. اي نجاحات ملهاش اثر حقيقي في المجتمع هي مجرد رقم. هنقول عملنا 1 2 3 4 وده ما أثرش في حياة الناس، فهي مجرد كلام. الهدف الرئيسي من التكية ومن شباب التكية وتدريبهم وشغلهم ان يكون لينا أثر، ان يكون لينا علامة حقيقية في حياة الناس، مش مجرد عدينا عليهم مرور الكرام. لا، والحمد لله الحمد لله نجحنا بشكل كبير جدا في تغيير شكل حياة ناس كتير بشكل أحسن، وأولهم إحنا. طبعا الأثر الكبير اللي سابته التكية والخبرة المكتسبة من التكية ده ادى يعني الثقة لمؤسسة كبيرة زي مؤسسة النادي الأهلي إن هي تختار كريم فودة إنه يدير فرع لمؤسسة النادي الأهلي في الشرقية. كلمني عن ده. مؤسسة النادي الأهلي هي المسؤولية المجتمعية للنادي الأهلي المصري، قايمة بدور كبير جدا من 2020 من 2020. قايمة عملت حاجات كبيرة جدا الحمد لله، ماشية بنهج وفكر قريب جدا جدا من اللي احنا بنتكلم فيه، ومبنية على فكرة التأثير وبنى الإنسان نفسه أكتر من أنا أدعمه ماديا. لا، أنا أبني الشخص نفسه وأهله لسوق العمل، وأهله إن هو يكون شخص مسؤول ويقدر يجيب قوته بنفسه يعني. ودي حاجة بصراحة احنا محتاجينها جدا. عندنا مشروع كبير وهو مشروع 100 بيت للأهلي في كل محافظات مصر، وكان لينا نصيب في محافظة الشرقية. التارجت الكبير ده التارجت الكبير، وكان لينا نصيب في محافظة الشرقية يكون أول بيت من بيوت الأهلي، وهو فرع الشرقية محظوظة في قرية منى صفور في ديار بني. الحمد لله من فضل ربنا ان انا موجود في المكان ده، وده شرف طبعا. توجهات مجلس الإدارة وبالكامل طبعا في إنشاء المؤسسة دي هو توجه تنموي مجتمعي جدا، لأن حتى السلوجان بتاع المؤسسة الأهلي للجميع. يعني طبعا في النادي نفسه الأهلي فوق الجميع وجميع أبنائه، دي معروفة يعني. لكن سلوجان المؤسسة الأهلي للجميع، مش للأهلاوية بس. بيت الأهلي أو مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية قايمة على خدمة كل أطياف المجتمع المصري في كل محافظة تتخيلها، في كل محافظات مصر من اسكندرية لحد أسوان. والحمد لله قايمين بالشغل كويس جدا، ويعني إن شاء الله الفترة اللي جاية كمان في حاجات أكتر وأكتر، ونتمنى ان شاء الله دوام الفكره، وانها يعني تكون طبعا اول نادي يعمل الفكره دي في الشرق الاوسط وفي افريقيا. وتقريبا هم كام نادي اوروبي اللي عملوا المؤسسات دي،
لكن ما اعتقدش ان في اي نادي عمل المؤسسه دي غير النادي الاهلي في الشرق الاوسط او في الوطن العربي وافريقيا كلها. خليني اقول لك طبعا ان اي مؤسسه هي ليها مسؤوليه مجتمعيه، واللي بيعمله النادي الاهلي هي مسؤوليه مجتمعيه. نامل ان شاء الله ان احنا نشوف ده للزمالك وللانديه الكبيره اللي موجوده لمصر. عرفت طبعا انه في صندوق اسود كبير كان موجود عند كريم فوده، في حاجات انا اول مره اسمعها ولسه في حاجات جميل. انا هسمعها. خليني اقول لك انه الصندوق ده ايوه هو في اسئله، فانا هسيبك انت تفتح الصندوق ماشي وتختار منها الاسئله ونبدا كام سؤال نبدا نجاوب عليها. هو اختار سؤال يعني انت اختار سؤال. انا امل طبعا ان احنا نقدر نجاوب على كل الاسئله اللي موجوده في الصندوق. لا ده كتير جدا جدا جدا. ايه ده؟ طيب خلينا نقول من البدايه كده. اوكي. عجبك السؤال؟ يعني هو السؤال بيقول لو معاك استيكه تقدر تمسح بيها يوم من حياتك، ده سؤال ممتاز جدا. هيكون يوم ايه وليه؟ فاكيد اي يوم فقدنا فيه حد عزيز علينا قوي. يعني انا من الناس اللي فقدنا ناس كتير قوي في حياتي قريبين وعززة جدا يعني. فيعني الحمد لله. يعني السؤال اللي بعده، لا اديني بقى اللي جاوب عليه ادهولي كده عشان خاطر يعني. اوكي. السؤال اللي بعده، ايه النصيحة اللي لو كنت سمعتها كانت وفرت نص مجهودك وتعبك؟ كل نصيحة بقولها لاخواتي الصغيرين، وانا بقول ولادي دايما والله العظيم يعني في التكية، كل نصيحة بقولها لهم بس كده. لا اديني نصيحة بعينها. حاجات كتير انا بتكلم معاهم والله. يعني انا شخصيا الحمد لله يعني عديت بحاجات كتير، يعني بقعد اتكلم معاهم والله بشكل بسيط جدا. فكل حاجه قلتها لهم هي حاجات كانت هتاثر عليا كتير في حاجات تانية. هل زمان وانت صغير كنت متسرع جدا؟ كان في حد والدك مثلا او اي حد قريب منك كان بيقول لك تريث يا كريم؟ جدا جدا. لو كنت بقى خدت بالنصيحه دي من كانت وفرت عليا كتير. السؤال اللي بعده، لو صحيت لقيت نفسك رئيس جمهورية مصر، ايه القانون اللي هتعمله عشان يخلي حياة الناس اسهل؟ ده سؤال سهل جدا. ده سؤال صعب جدا. قول لي بقى ايه القانون. طيب. او قبل القانون قول لي يعني ايه المشكلة الرئيسية اللي كل الفئات في مصر بتعاني منها؟ مدام عفاف. البيروقراطية. مدام عفاف البيروقراطية طبعا. يعني فاحنا هنحط حاجة تحد وتشيل القصة دي. خلينا نقول ان احنا القانون هيبقى واحد وصارم، ان كل المؤسسات المدنية والمؤسسات الحكومية تلزم بوضع اهل الخبرة في اماكنهم، مش اهل الثقة فقط، مش اكتر من كده. نأمل ان ده يتحقق لان ده فعليا هيحل مشاكل كبيرة. ده حقيقي. كفايه ولا لا لسه كتير. هات لي السؤال بس بتاع الرئيس ده عشان احتفظ بيه سيادة الرئيس. السؤال اللي بعده، ايه اللقب اللي اصحابك بينادوك بيه والناس ما تعرفوش؟ ما اعتقدش في لقب. لا في. لا في. انا لا هو اصحابك بينادوك بيه، فبكل تأكيد هم اصحابك عارفين. انا عارف اللقب. طب فكرني بيه ماما. في يعني مثلا يا كريم يا رب. ده مش لقب. دي مين اللي بيناديك بيه؟ ده كذا حد. ده طبعا صح. ده بيتقال اكتر يوم الجمعة. لكن ليه يوم الجمعة ده اليوم المقدس بتاعنا. أيوة. لكن مفيش غير يا كريم يا رب. يا كريم يا رب. أيوة. السؤال التاني، ايه هي الحاجة اللي الناس شايفين انها ميزة فيك بس انت شايف انها اكبر عيب ومسببة لك مشاكل؟ طيب انت متقل الدوز قوي. هو ده سؤال مهم جدا.
مش عارف، بس السؤال ده تقيل قوي. عشان كريم فودة حد تقيل. يعني ربنا يبارك لك. لكن الحاجة اللي الناس شايفين ان انا مميزة فيا ممكن تكون اجتماعية زيادة. لكن برضو انا مش شايفها عيب، يعني اكبر عيب ولا حاجة، لكن هي ممكن تكون اكتر حاجة الناس شايفاها مميزة. هي مش الإجابة النموذجية، لكن أنا همشيها. اللي بعده. لو الزمن رجع ساعة واحدة لبيت جدتك، ايه اول حاجة هتعملها ومين الشخص اللي نفسك تلاقيه قاعد مستنيك؟ والله انا نفسي الزمن يرجع تاني، الله يرحمها، ونقعد على الطبلية وناكل من ايديها الله يرحمها، وتاخد النايب بتاعك واخد النايب بتاعي في الرغيف. الظفر. سهل السؤال ده عشان مين الشخص اللي مدين له بالاعتذار ومحبته جوه صندوقك ومستني اللحظة المناسبة تقولها له؟ هو بالتالي مخبيه جوه الصندوق. انت في شخص انت مدين ليه بالاعتذار، وحاطط الاعتذار ده جوه الصندوق بتاعك وقافل عليه ومستني اللحظة المناسبة انك تقولها له. انا عندي حاجة الحمد لله في موضوع الاعتذار ده، انا ما بستناش الموضوع يفوت او يكبر، حتى لو انا شايف ان انا ليا حق، لكن ما حدش ضامن عمره. ما بيتش الموضوع ده، ما احبش ابدا ان انا اخلي حد يبقى زعلان مني او اكون شايف. ترفع التليفون اول باول تقول له اول باول ما تزعلش مني في كذا، حتى لو كان بينا ايه يعني. فالحمد لله يعني دي من نعم ربنا يعني. شايف انك حد متسامح؟ شايف ان حد متسامح، بحاول اكون متسامح. لو جالك فرصة تمثل، مين الممثل اللي هتبقى شبهه؟ انا بحب خالد النبوي جدا. سقفة كبيرة جدا. لا انا سقف له. عبد الرحمن كمان هو كاميرا سقف. انا بحب خالد النبوي جدا، وانا كمان، وشايفه شخص واقعي وقريب قوي من شخصي. يعني انا بحبه، بحس ان هو بيقول وبيطلع مشاعر كتير جوانا، جوه الفئه بتاعتنا، فئه بيسمونا ايه يا سامح، الميلينيالز. تمام. هو شخصيه جميله جدا وعنده مبادئ، وعجبنا جدا علاقته بولاده في الحقيقه بعيدا عن الافلام. ده حقيقه. وكان عامل مسلسل عبقري اسمه امبراطورية مين، جامد جدا. انا اتعلمت منه. ده حقيقي. ولو فعلا يعني ركزنا قوي في تربيه ولادنا بالطريقه دي، حقيقه هتفرق كتير في اجيال كتير جايه. ده حقيقي. كده خلصنا. اديني الورق واديني الصندوق. اتفضل. اوكي، ادي الصندوق. حلو الصندوق قوي. طلع حاجات. على فكره جاوبت كل الاسئله. خايف على اولادك من الصندوق المقفول بتاع العادات والتقاليد اللي موجوده، خصوصا وانت لسه عايش في محافظه يعني عندها عادات وتقاليد ريفيه. طيب، عارف فكره المصل؟ فكره المصل ان انت بتاخد جزء من سم معين علشان لو خدت منه دوز زياده جسمك يكون عنده منه مناعه. احنا لازم نعلم ولادنا الغلط قبل الصح، نعرفهم على الغلط بكل اشكاله، ونقول لهم الصح ازاي، عشان لما يعرفوا الغلط ده بعيد عنك او يشوفوه بره عنك، هو ممكن ما يجيش يسالك، ممكن يشوف شات GPT بقى، ممكن يشوف يسال بره. الموضوع بقى النهارده انك تكون قريب من ولادك النهارده دي مش ميزه ولا تفضل منك، انت لازم تكون قريب منهم في ظل الزحمه اللي حوالين منهم من كل الوسائل والسوشيال ميديا والتلفزيون، وطبعا المنتجات الفنيه اللي بيتعرضوا ليها. لو ما عملتش كده هتخسر كتير. تعرف كان في جزء كده من ست شفتها في فيديو. هي ست بسيطة جدا من أهالينا، هي بتعمل بطاطس مقلية، واقفة في الشارع
فحد سألها سؤال قريب من السؤال بتاعنا ده. هي ست أصولها الصعيدية لكن شغالة في القاهرة، فالمراسل بيسألها على الفرق ما بين العيشة في الصعيد بالعادات والتقاليد والعيشة في القاهرة وأولادك. ردت وقالت يعني رد عبقري جدا، قالت أهم حاجة الأساس، اعمل أساس صح وبعد كده ارميه في أي حتة. صحيح. فأهم حاجة صحيح. وده اللي احنا اتربينا عليه. احنا تعرضنا لكل حاجة، ده حقيقي. احنا تعرضنا لكل حاجة في حياتنا، لكن احنا اتربينا ان في اساسات واصول ما ينفعش نتعداها، ودي اللي احنا بنورثها لاولادنا دلوقتي. ولادك طبعا هم مراية ليك. لما يعملوها تفتكر ان انت عملت الحاجة دي قبل كده، تقول انا كنت بعمل زي مصطفى. انا عارف السؤال ده كنت بعمل زي مصطفى وانا صغير. انا بعمل زي مصطفى وانا صغير وانا كبير. ايوه عادي، ما تكسفش. صح. انا احب ان هم يكونوا بياخدوا مصروفهم، يجيبوا لاصحابهم حاجات بيحبوها. مصطفى بيحوش مصروفه عشان يجي يوم الجمعه يجيب عصير ليه ولاصحابه في المسجد، بس في القعده بتاعتنا. ايوه انا بشوف حاجه زي كده سانتوب. حتى لما انا جبت لم اصحابي قال لك بقى انتوا مع بعض وانا لم اصحابي ده حقيقي. فالحمد لله يعني دي نعمه من ربنا يديمها عليهم. لو ولادك فتحوا صندوق ذكرياتك بعد 20 سنه، ايه الحاجه اللي هتسيبها في الصندوق بمجرد ما يفتحوه بيحسوا ان هم فخورين بيك؟ هم لو فتحوا صندوقي بعد 50 سنه هيعرفوا قد ايه انا كنت بحبهم. بس وان انا اللي فخور بيهم مش هم اللي فخورين بيا، انا اللي فخور بيهم. احييك على ده. خايف على اولادك من استخدام السوشيال ميديا؟ يعني بحاول بقدر الامكان اعرفهم يستخدموها صح ازاي، مش بالمنع لكن بالتوعيه. احنا مفتقدين لحته التوعيه دي شويه، لكن هي مهمه جدا ان احنا نركز عليها مع اولادنا وفي حياتنا عموما ونفسنا كمان. بعد ما اتجوزت وخلفت ولادك هل بقيت اهدى؟ حسيت ان المسؤوليه محتاجه انك تكون هادي؟ بالعكس، انا اتجوزت صغير جدا. انا اتجوزت 22 سنه، سبت الحفله بدري. ايوه. لكن المسؤوليه اجبرتني ان انت ما تستسلمش. انت ما عندكش رفاهيه انك تقف وتقول انا وقفت في النقطه دي ومحتاج حد يزقني. مسؤوليه لا، مسؤوليه هتخليك غصب عنك في فحم شغال مطلع باور، لازم غصب عنك تكمل وتقع وتقوم ولغايه ما توصل لنقطه معينه تكمل بيها وتبدا بيها من الاول تاني. لان كل نقطه نجاح في حياتنا هي نقطه بدايه لنجاح تاني قدام لسه. عشان كده بقول لك، هل ولادك مسميينك اسم كده بيقولوه ما بينهم انت ما بتسمعهمش، زي مثلا البعبع، بنك الحظ، البرنس؟ هل قدرت توصل للمعلومه دي؟ ما وصلت لهاش، بس ممكن بشويه تحقيق صغير مع مصطفى كده هنجيبه هنقرره يقري على كل حاجه. مصطفى علاقتك بيه كويس، عجبني جدا ان انت يعني دايما معاك خطوه بخطوه. مصطفى صاحبي، برافو عليك. ومش مجرد كلمه، انا بعامله فعلا ان هو كبير وان هو صاحبي. ودي من نعم ربنا علينا ان انت تصاحب ولادك عشان لما تكبر يبقوا اصحابك. الكبيره عندك هي البنت رؤى. هل خفت لما خلفت بنت؟ بالعكس، انا فرحت واتبشرت. رؤى وش السعد عليا. رؤى انا على فكره كان اسم شركتي في 2014 اعمار كريم. ايوه. لما جبت رؤى سميتها الرؤى للإنشاءات. ولما عملت مسجد الفتح اتعمل باسم الرؤى للإنشاءات مش باسم اعمار كريم، لأن أنا غيرت في السجل الاسم باسم رؤى. رؤى هي
يعني اصعب موقف في حياتي واسعد موقف في حياتي. اسعد موقف في حياتي يوم ما رؤى اتولدت، واصعب موقف في حياتي يوم ما تعرضت لضرر كده الحمد لله وعدت على خير. يعني ازمه كده صحيه وعدت على خير. فرؤى هي احلى حاجه هي حصلت. مين بيحاسبك اكتر، هي ولا مامتها دلوقتي؟ لا مامتها طيبه جدا والله يعني، ومستحمله ومستحملاني دي يعني في حد ذاتها تحسب لها يعني، ربنا يبارك لي فيها. لكن رؤى بالمرصاد. المرصاد. خلي رؤى واقفه معايا كده وحد يجي يسلم عليا بس. ولادك بكل تاكيد هم شايفينك قدوه ليهم او بطل خارق. هل يعني سمحت لنفسك قبل كده ان هم يشوفوك في لحظه انكسار تبكي مثلا قدامهم؟ انا عمري ما بكيت في حياتي اصلا. هو الدموع بتوديها فين؟ ما فيش. يمكن دي اصعب حاجه بقى ممكن اقولها لك. ولا حتى كريم في حلقتنا ولا على جنب كده مثلا؟ لا موقف؟ لا. مش خايف من ده؟ ده صعب جدا، صعب قوي. وعلى فكره ده خدت دي من جدتي، لكن هي صعبه جدا. واوقات كتير جدا لو عيطت انت ترتاح، لكن انا عمرها ما حصلت معايا. يمكن مش عارف ينفع اقول ده ولا لا، لكن بتحصل ده مثلا واحنا تهجد بقى في حاجه كده. لما في الحياه عموما لا، ما اسمحش لنفسي ان انا اشوف نفسي ضعيف. ما عنديش الرفاهيه، ودي حاجه وحشه جدا نفسيا وصعبه جدا مش سهله. لكن للاسف يعني انا عندي المشكله دي. ايه المره اللي اضطريت فيها تعتذر لاولادك؟ لما عنفهم بشكل غير لائق بيهم. دايما بعتذر لهم. يعني لما احس ان انا مثلا انفعلت زياده عن الموقف بعتذر لهم واقول له ان انا انفعالي ده مش قد الموقف. انت غلطت لكن انفعالي ده لا، ده عشان بس انا كان عندي حاجه اي مشكله ما فاثرت مع الموقف فانفعلت زياده، فانا بعتذر عن انفعالي ده. لكن الموقف هو موقف غلط، ويمكن عشان احافظ على صداقتي معاهم يعني، والحمد لله. كلنا اتربينا على عادات واحنا صغيرين، فقول لي ايه العاده اللي اتربيت عليها مع اهلك ولما كبرت وخلفت مسحت العاده دي من قاموسك وما بتستخدمهاش مع اولادك؟ اهالينا كانوا بيخافوا علينا قوي زياده عن اللزوم. احنا بنحاول دلوقتي نعمل امبريلا كده على اولادنا نحميهم، بس من غير ما نضايق عليهم. يعني اعتقد احنا جيلنا كله كان تقريبا نفس التربيه ونفس الطريقه. يعني اهالينا كان بيحاولوا يحافظوا علينا طبعا، لكن الحياه النهارده محتاجه انفتاح اكتر بتوعيه اكتر. ما ينفعش نقفل عليهم او نحافظ عليهم بالطريقه اللي احنا نحافظ علينا بيها. واحنا النهارده انتاج تربيه اهالينا. يعني عم مصطفى مثلا ما كانش بيضربك وانت صغير؟ لا والله عمره ما ضرب. ولا الحاجه مثلا قرصتك القرصه؟ طبعا لازم معلمه لحد دلوقتي. ايوه. لكن انت طبعا ضد فكره يعني تربيه الاطفال بالضرب؟ طبعا لا ابدا. يعني سؤال كتير جدا من الرجاله ممكن بيهربوا منه، هو الجواز حلو ولا وحش؟ حسب نظرتك انت للجواز. انت شايف الجواز ازاي؟ سكن وموده ورحمه، تكون عيله، اسره، بيت، ولا احنا داخلين ند وكل واحد يثبت للتاني ان هو ما حصلش ومفيش منه اتنين؟ موده ورحمه ولا تكبر ونديه؟ انت داخل باصص للجواز من انهي ناحيه؟ اختيارك مبني على ايه؟ الموضوع مش موضوع مش قالب الناس بتدخل فيه وتطلع زي بعض. كل حالة وكل بيت فيه قصص وحكايات وحاجات محدش غيرهم يعرفها.
ايه القاعده اللي ممكن تقولها للشباب المقبل على الزواج، نحطها كده دستور قدام منه لما ياخد الخطوه بتاعه الزواج عشان يعيشوا كويس؟ ان يكونوا صحاب. لو صحاب اكتر ما هم زوج وزوجه، هم لاخر العمر مكملين سعداء، مش مجرد مكملين. هو مش مشروع وفشل كل واحد يشوف ليه ايه وعليه ايه. احنا طول ما احنا بنحاول احنا الاثنين ننجح البيت هينجح. انما لما يكون غير كده او حد متكاسل عن دوره في العلاقة، يعني وبيشيل الطرف الثاني الدورين بأي شكل من الأشكال، هنا بتيجي كارثة وبيقع البيت من هنا. اللي عايز يكمل ويبني بيت بيكمل، واللي عايز ينفصل بهدوء بينفصل، واللي عايز يعمل مشاكل ويخسروا بعض ويخسروا ولادهم يعملوا. الفكرة كلها هنا أنا بعمل إيه؟ أنا عاوز أعمل إيه؟ عايز أوصل لفين؟ أنا عارف طبعا أنت بتستخدم السوشيال ميديا كتير عشان خاطر طبيعة شغلك وكده. صحيح. هل بتلاقي وقت للعيلة؟ هو السوشيال ميديا دي جزء من يومك، لكن ما تتقارنش ابدا بوقتك مع عيلتك يعني. الوقت اللي بتفضى فيه لا، عيلتك اهم من اي شيء، اهم من اي حاجه، وبعد كده يجي بعديها اي حاجه بقى. ده الطبيعي، ده اللي ربنا خلقنا عشان. كريم، احنا عندنا جزء مهم جدا في حلقه النهارده، انه انت هتمسك النوت دي او الاجنده. اوكي، اتفضل الاجنده. تمام. و قديمه صح؟ شوف كده من سنه كام. واو. من 2004. وهنفتح الصندوق ده ونطلع منه القلم. انا هختار اكتب في ورقه يوم. انا عايزك تكتب رساله لا هتكتب يعني اول صفحه في النوت. وهتكتب رساله لزوجتك. ماشي. هتتحط في الصندوق ده، مش هتتفتح غير بعد 20 سنه. انا موافق. طيب انا هكتب رسالة واحدة، جملة واحدة. اوكي. ممتاز. نقطع ورقة الزبدة ونطبقها ونحطها في الصندوق. تعرف ان انا بحب الجوابات جدا. الجوابات دي كانت جزء مهم جدا. انا بعت جوابات، كنت دايما احب الحاجات الورقيه. تعرف ان انا كنت بحب عالم سمسم جدا، كنت ببعت لهم دايما صاد ب 122 الجزيره. فاكر من الحاجات اللي افتقدناها برضو. كريم، الجوابات كانت طبعا لو بيسمعونا الاجيال اللي بيستخدموا السوشيال ميديا دلوقتي، واتساب. احنا عشان خاطر كنا نعمل واتساب، عشان خاطر كنا نبعت جواب عشان نبعت نجيب الظرف ترد علينا بعدها ب6 شهور. عشان تبعت لحد قريبك مسافر بره بتستنى حد. الكاشت. ايوه تستنى شريط الكاسيت. اللي شغالين في الخليج بقى ويجيبوا شريط الكاسيت ونسمع تجيب حاجات كتير قوي على حميدة وتسجل عليه. سمعت لولاكي بقى كريم، اتبسطت جدا وبسطت بصحبتك وجوه البودكاست وبره البودكاست يعني. كريم، انا سعيد جدا جدا. انا اكتر. يمكن هي اول حلقه في جوه الصندوق. قبل ما نقفل، واصله لك فكره او اسم البرنامج جوه الصندوق؟ طبعا، وخرجنا اللي في الصندوق. ليه ما قلناش بره الصندوق؟ عشان احنا مش جايين نطلع افكار، احنا جايين نطلع ذكريات. والصندوق فيه كتير جدا، ولو طلعنا بالفعل اللي جوه هنستفاد منه بشكل كبير جدا. احنا بنتعلم طبعا من ذكرياتنا وماضينا، بنتعلم لمستقبلنا وحاضرنا ومستقبلنا. تحياتي ليك يا سامي.